مدراء المؤسسات العقابية ومصلحة الإدماج الخارجي لإدارة السجون، السيد رئيس دائرة المدية ورئيس بلدية المدية، السادة أعضاء المجلس الأعلى للشباب، ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وهيئات، السادة ممثلي مختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة، زملائي السادة القضاة والقضاة المتربصين، السادة أمناء الضبط ومستخدمي الأسلاك المشتركة، السادة الضيوف الكرام، كل باسمه وصفته ومقامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي اليوم في رحاب مجلسنا القضائي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025-2026، بعد أن تفضل السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف السامي على مراسيم افتتاحها على مستوى المحكمة العليا. إن افتتاح السنة القضائية يمثل تقليداً راسخاً تجدد فيه الأسرة القضائية عهدها برسالة للعدل السامية، وتؤكد من خلاله على مكانة القضاء في تكريس دولة القانون وصون الحقوق والحريات. في جزائر قوية ماضية بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قضائية حديثة وقوية راسخة بثقة المواطن ومحصنة بإخلاص نسائها ورجالها المخلصين. إن تحقيق العدالة قيمة أخلاقية وإنسانية عليا تتطلب منا ومن القاضي التحلي بالنزاهة والضمير المهني وروح المسؤولية، مع الالتزام بواجب التحفظ وصون هيبة الوظيفة القضائية بما يليق بمقامها الرفيع. لقد حقق مجلسنا القضائي بفضل جهود قضاته وموظفيه نتائج مشرفة خلال السنة القضائية المنقضية، مستثمراً جميع الإمكانيات البشرية والمادية والرقمية المتاحة، مما أثمر أداءً نوعياً ونتائج إيجابية على